السلام عليكم. واش عمرك جلستي مع راسك وسولتي علاش بعض الناس غير كيهضروا وكيسكتوا، وعلاش كاين اللي كيشرح ويعاود ويغوت وفي الاخر حتى واحد ما كيحترمه؟ الجواب بسيط، حيت فن الرد ماشي غير كلام، فن الرد شخصيه. كاين اللي اول واحد غير كيهضر معاه كيتعصب، الصوت كيطلع، الهضره كتخلط والاعصاب كيتحرقوا، في الاخير كيخرج من النقاش خاسر حتى الا كان عنده الحق. وعلاش؟ حيت الا اللي كيتحكم في مشاعرك كيتحكم فيك. انا شحال هادي كنت كنظن بلي الرد القوي خاص يكون قاصح، خاصك تجرح بنادم وتغلب وتسكت لي قدامك. ولكن مع الوقت فهم بلي اقوى ردود هما اللي كيخرجوا بهدوء. الانسان اللي واثق من راسو ما كيغوتش بزاف، ما كيشرحش راسو لكل واحد، ما كيبقاش يبرر علاش دار وعلاش قال، حيت عارف بلي اللي باغي يفهمو غيفهمو بلا شرح طويل. وكاين واحد النوع ديال الناس غير كتجاوبهم كيحسوا براسهم مهمين، كيبغيو يشدو معاك اي نقاش، اي خلاف، اي هضره فارغه. الا عطيتيهم وقت والطاقه ديالك غادي يهبطوك المستوى ديالهم. لهذا تعلم واحد الحاجه، ماشي اي هضره خاصها جواب. بعد مره السكات كيكون افخم من الف رد. وكاين فرق بين السكوت ضعف والسكوت ذكاء. حيت الضعيف كيسكت حيت ما عنده ما يقول، اما الذكي كيسكت حيت عارف بلي اللي قدامه ما يسواش الطاقه ديالو. كاين شي ناس كيهضروا عليك من وراك، وكاين اللي كيحاول ينقص منك قدام الناس. مثلا شحال هادي كنت كنتاثر، كنت كنفكر علاش وشنو درت، ولكن دابا فهمت بلي الناس اللي ما عندهم ما يدير هم اكثر ناس كيهضروا على الاخرين. الشخص الناجح المشغول براسو، اما اللي ما عنده ما يدير مشغول بالناس. مره وحده قال لي واحد راك تبدلتي، تبسمت وقلت ليه اكيد، حتى الوقت ما كيبقاش هو هذا. عارف علاش؟ هاد الرد القوي حيت ما فيه لا سبال العصبيه، غير الثقه هي سبب اي رد قوي. ماشي الثقه المزيفه ديال التصنع والتكبر، لا، الثقه الحقيقيه انك تكون مرتاح مع راسك. قال لي خاصو ديما موافقه الناس، خاص الناس يعجبهم، خاص الناس يصفقوا ليه، خاص الناس يقولوا انت زوين، انت ديك انت رائع. اما الانسان اللي فاهم راسو راه في قيمته حتى الا كان بوحدو. ولا شي واحد قال لك الناس ما كيبغيوكش، قول لي المهم انا متفاهم مع راسي. الناس كيتصوروا بلي قوه في الكلام القاصح، لكن الحقيقه الكلام القاصح اي واحد يقدر يقوله، اما الرد خاص غير العقل البارد. بعض المرات الا كنت في نقاش والشخص اللي قدامك بدا يغوت بزاف، كيقاطع الهضره ديالك وكيحاول يبين راسو احسن منك، بقى غير تشوف فيه. من بعد قول لي الا كان الصوت العالي دليل على الصح، كل مواطن اذكى من الناس. ومن بعد فهم حاجه وحده، الرد ماشي باش تربح الناس، الرد باش تحافظ على قيمتك. حيت ملي كتنزل المستوى ديال اي واحد راك كتخسر من راسك قبل ما تخسر منه. هذا الانسان كيعرف امتى يرد، امتى يضحك وامتى يمشي، وهذه يمشي صعيبه بزاف على الناس. بزاف البشر كيبقاو متعلقين باي نقاش، اي شخص، اي استفزاز، كيبغيو اخر كلمه تكون ديالهم. اما الانسان الناضج بعض المرات كيخلي مربحو النقاش باش هو يربح راحة البال. وهادشي ماشي ضعف، هادشي قوة داخلية. حيت أقوى شخص ماشي اللي يقدر يهزم الناس، أقوى شخص هو اللي يقدر يتحكم في راسو. أنا دابا إلا شي واحد سبني ما كيبقاش يهمني الرد السريع، كنشوف شحال يستحق من وقتي أصلا. حيت بصراحة ماشي أي باب خاصك تدق عليه، وماشي أي عقل خاصك تناقش معاه. في ناس إلا جاوبتيهم كترفع قيمتهم، لهذا خاص الإنسان يتعلم يجاوب بأناقة. أناقة في الكلام ماشي في الكلمات المعقدة. أناقة هي أنك تقدر تقول حقيقة بلا قلة الاحترام. مثلا شي واحد قال لك راك مغرور، جاوب بالله غير وليت ممكن نقللش من راسي باش نرد للجميع. رد بسيط ولكن فيه قيمة. لا شي واحد يقول لك راك تبدلت علينا، قول لي أي إنسان كيبقى نفس العقل طول حياته راه ما كبرش. حياة كتبدل الناس، صدمات كتبدل الناس، الخذلان كيبدل الناس، وكل اللي كيتحول للأسوأ، وكل اللي كيتحول لشخص هادئ قوي وعارف راسو. خاصك تعلم هاد الحياة بلي البرود نعمة، حيت ملي كتبرد أعصابك كيبدا عقلك يخدم. أما العصبية كتخليك تقول كلام تندم عليه من بعد. لهذا قبل من أي رد فكر، هاد الشخص يستحق الطاقة ديالي أصلا. إلا كان جاوب لا، ابتسم وكمل طريق. حيت في الآخر الناس غادي تبقى تهدر، والناس غادي تبقى تنتقد، الناس غادي تبقى تستفز. ولكن السؤال الحقيقي، واش كل مرة غتعطيهم فرصة يتحكموا في مزاجك؟ هنا كيبقى الفرق بين الشخص العادي، الشخص اللي عنده فن الرد. فن الرد ماشي غير تفرض جملة من تيك توك، فن الرد انك تكون مرتاح مع راسك، عندك الثقة، عندك الهدوء، عندك عقل يعرف شنو يقول وفين يسكت. وحاجة أخرى غادي نقولها لك، أخطر نوع ديال الردود هو ملي تكون قادر تهدر على حقك وتكتسب الاحترام. حيت أي واحد يقدر يكون واقح، أما القليل يقدر يكون راقي وقوي. وهذا هو المستوى الحقيقي. إذا وصلت حتى هنا متنساش دير سبسكرايب ولايك باش تدعم القناة، وشو كومنتير زوين باش تدعمونا. إلى الفيديو القادم إن شاء الله.